اهلا بيكم. 5 خطوات بسيطة جدا جدا هنبتدي ان احنا لو طبقناهم هيغيروا كتير قوي من صحتنا، بس في نفس الوقت من غير ما نغير من عادات الاكل بشكل جذري بشكل كبير. تعالوا نشوف ايه هما. اول خطوه شرب الميه انك تشرب 8 كوبايات تقريبا في اليوم، او ان هما اقل حاجه 2 لتر في اليوم. ده بيخليك دايما انك حاسس ان انت بتبقى هايدريتد، وفي نفس الوقت ده بيزود من احساسك بالطاقه. كمان ده بيقلل وبيظبط جدا من احساسك باللي هو الكريفنجز، ان انت تبقى عندك شره للاكل من بره او الاكل اللي هو الحلو دايما. ودايما هنا الناس اللي بتنسى تشرب ميه، في تطبيق هيساعدها جدا على انها تفتكر الشرب كل شويه، اللي هو حاجه اسمها التطبيق اسمه اكوا اليرت. الخطوه الثانيه، دايما تضيف في يومك كوبايه واحده من السموزيز الاخضر. مهم قوي ان انت تضيفه. هنا قالك ان انت ما تضيفش الكلام ده وانت مغير من اكلك او غيرت عادات اكلك، لا خالص، خليك مش مشكله ثابت دلوقتي في موضوع الاكل، وحاول تجرب الموضوع ده كل يوم. تبتدي تحط كوبايه من الجرين سموزيز عندك، وتبتدي تشوف تاثيرها عندك، هتحس بايه. مثال هنا مثلا الجرين سموزيز اللي هو حاططها ان هو مثلا كوبايه من السبانخ، وكوبايه او نص كوبايه من الافوكادو، ولبن، كوبايه من اللبن جوز الهند، وموزه. وكل ده طبعا تحط في الخلاط وتضربه كده وتمكس وتبتدي تشربه. طبعا هنا ممكن انت تعمله على حسب براحتك، على حسب يعني اللي انت بتحبه، بس اهم حاجه يبقى جرين، يعني الاكتر والاغلبيه عليه الفاكهه او الخضروات اللي هم الخضر. الحاجة التانية بس اللي حابة اضيفها هنا، ان هنا احنا في فرق ما بين السموزيز وما بين الجوسينج. السموزيز بيكون الحاجات كلها اللي احنا اتفقنا عليها بنحطها وبنضربها في الخلاط، بنبلند، بيحصلها بلند كده في الخلاط وبنبتدي نشربها. لكن الجوسينج اللي هم في عصارات بتبقى متخصصة، وتحط الفاكهة او الخضار من ناحية تطلع لك العصار من ناحية تانية. يمكن ده في ساعات بيكون افضل بسبب ان هو بيبقى النيوترينتس كلها او كل المواد اللي طلعت من الفاكهة او الخضار دي دخلت على طول مباشرة للجسم. السموزيز بيبقى برضه ليه فوائد، بس بياخد فترة اطول لان بياخد هضم اطول في الجسم عشان يبتدي يوصل للمرحلة ان هو الجسم يستفيد منه. تالت خطوة عندنا ان نبتدي نضيف على كل وجبة بناكلها حاجة من الفواكه او الخضروات الخضراء، وان جسمك يعني هيشكرك على الموضوع ده ان انت ضفت الكلام ده برضو، سواء فطار غدا عشاء. تبتدي انت تضيف حاجة خضراء على الاكل بتاعك. زي ما اتفقنا هنا مش الفايدة او مش الكلام على انك خلاص غيرت الاكل وطريقة الاكل اللي احنا اتفقنا عليها في فيديو فات، لا، هنا زي ما انت ثابت على اكلك وطريقة اللايف ستايل بتاعتك وطريقة اكلك عادي، لكن بتضيف بعض الحاجات اللي تبتدي تغير من جسمك بس واحدة واحدة، وتشوف هتحس انت بايه. طيب، رابع خطوة، نبتدي بقى تشوف كمية السكر اللي بتاكلها في اكلك، وتشوف كده اي حاجة بتشتريها، اي حاجة بتاكلها كمية السكر فيها ايه. وهي هنا بيقولك انت هتصدم من كميات السكر المهولة اللي هي بتدخل الجسم. وهنا تبتدي ان احنا نعمل ايه، نبتدي ان احنا نحاول ندور على بدايل للسكر، او نبتدي نقلل شوية من السكر اللي احنا بندخله لجسمنا، او ندور على بدايل المتوفرة. طبعا ان الحياة بصراحة تكون افضل كتير كتير من غير السكر. وطبعا السكر وتأثيره على البطن ومشاكل البطن يمكن اتكلمنا على عرض منها في الاستبيان اللي اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات. خامس خطوة، دايما حاول انك تبراكتس او تمارس عادة اللي هي الامتنان والعرفان، اللي هو الجراتيتيود. حاول كده دايما اول ما تصحى من النوم تكتب، تبقى عندك نوت بوك صغيرة كده تكتب فيها 3 حاجات انت مبسوط ليها، او ان انت شاكر فيها او شاكر ليها، ممتن ليها، و3 حاجات بتحبهم في نفسك. دايما بيقولك مارس العادة دي كل يوم، كل يوم الصبح اول ما تصحى. ده بيفيدك جدا، لانه اولا بيزود على احساسك بالسعادة. الحاجة التانية ان هو كمان بيدرب المخ ان هو دايما يبص على الحاجة الايجابية. وهنا في كود جميلة قوي اللي هو بيقول حيث يذهب التركيز بتتدفق الطاقة. اشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.